ما يالّا بينا بقى نعمل الأكلة الجميلة دي، وصفة سهلة بسيطة مش مكلفة. عايزة أقول لكم الريحة وأنا واقفة تجنن، لمّة الدنيا كده عليَّ من جمالها وحلاوتها، بجد هتعجبكم. بس قبل بقى ما نبدأ الفيديو لايك وشير وكومنت حلو منكم ليّا كده، وادعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم. الفيديو بتاع النهارده أو الوصفة بتاعة النهارده سهلة وبسيطة جدًا، وعايزة أقول لكم بتتعمل بقى إيه، الأكلات السريعة اللي وأنتِ مستعجلة ومش عايزة تفكّري هتعملي الأكلة دي على طول. باقول لكم هنا البطاطس طالعة عندي مستوية ومزبّدة، والكبد والقوانص وكل حاجة عندي هنا بُصّوا طالعة مستوية على الآخر، مستوية ومش مهرية، ركّزوا معايا في الحتّة دي، حاجة طالعة كلّها كده بُصّوا بخيرها ومش مهرية بس مستوية وزي العسل. يلا بينا نبدأ الوصفة ونشوف الفيديو بتاعنا سهل وبسيط. عندي هنا كبد وقوانص الكمية اللي انت تحبيها، جبتها وغسلتها وخليتها زي الفل وهنخليها على جنب. عندي البطاطس الصغيرة دي انا بحب اجيبها اعمل بيها الوصفات اللي زي كده، بتعجبني بدل ما اقطعها يبقى كده شكلها جميل في الوصفة بتاعتي. عندي بقى هنا فلفل الوان حطي، عندي طماطمتين، لو عندك بقى بصلتين ثلاثة وانت بقى كده ست حلوة في عز البصل مغالي مبسوطة حطي، انا حطيت بصلايه. عندي فصين ثلاثة من الثوم بشرتهم. هنزل بقى هنا في البرام، عايزه تعملي الوصفه دي في الصينيه هتنفع. بس البرام بيدي طعم احلى. جبت بقى البرام بتاعي ونزلت بالبطاطس، هقطع بقى عليه الفلفل الالوان اللي عندي، وهقطع بقى كده البصلايه، ولو حابه تحطي بصل ازيد مفيش اي مشكله. وهقطع الطماطم، هقطع بقى كل الخضار اللي كان موجود معاكم دلوقتي، انا هقطعه كله كده زي ما انتم شايفين. وهنزل بفصين الثوم واقلب كده الحاجات دي. ويلا نشوف بقى هنبهرها بايه. بهاراتي بسيطه، مش هكتر بقى بهارات كتير علشان ما تغيرش طعم الوصفه بتاعتي. هنا بقى الفلفل الالوان بقول لكم اهو، قطعي الحاجه زي ما تحبي تقطعيها، تقطعيها زي بالطول بالعرض بقطعها لكم بكل الطرق، قطعيها زي ما تحبي. قلبت بقى الحاجات الحلوه دي ويلا بقى نشوف هنحط ايه معانا. انا نزلت هنا بالثوم، وعايزه اقول لكم وانا بقلب الثوم الريحه عظمه. هنا معايا مكعب مرقه، مكعب مرقه فراخ، عندي ملح فلفل اسود بهار فراخ. هدي بقى تقليبه حلوه، معلقتين صويا صوص لو متواجد عندك. هنزل بقى بثلاث اربع معالق من الزيت، واقلب بقى الخضار بكل الحاجات دي والتوابل. عايزه اقول لكم انا واقفه والريحه بجد يا جماعه عظمه بجد، من قبل ما اعمل اي حاجه الريحه فوق الروعه. هنا بقى هنزل بالكبد والقوانص واديهم كده تقليبه كلهم مع بعض. وطبعا انا مسخنه الفرن بتاعي. هنزل بقى هنا عندك بقى كوبايتين من عصير الطماطم، هتحطي عندك صلصه زي حالاتي كده متفرزه هتحطيها، مش هتفرق اي حاجه. هزود بقى كميه الميه بتاعتي اللي هتناسب الخضار بتاعي، وبورق الالومنيوم كده، وهكتم عليها كويس جدا اخمرها وادخلها على الفرن. مش هتغيب معايا وهتستوي على طول وتطلع بالعظمه والجمال ده. شفتوا اسرع ولا اجمل من كده اكله مفيده كلها صحيه، ما فيهاش دهون، زي ما انتم شايفين كده تنفع كده لو في عزومه والله العظيم كمان هتنفع. ايه رايكم؟ بشويه كبد وقوانص عملنا العظمه دي كلها، برام فاخر من الاخر. يا ريت كده تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، ولو عندكم وصفات بالكبد والقوانص اكتبوا لنا برده كده في الكومنتات انتوا بتعملوها بطرق ايه، كلنا نستفاد من بعض. وشيروا الفيديو لكل اصحابكم اللي بيبقوا مستعجلين وعايزين يعملوا اكلات سريعه. بصوا يا جماعه بجد البرام يفتح النفس على الاخر. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كده ان انا اكون بنزل لكم فيديوهات حلوه. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.